البنك المركزي. يعني هدخلنا 1000 جنيه عطلنا 32 $26. هندخل بيانات الكارد هنا ويبقى احنا كده دخلنا الرصيد. تالت خطوة معانا ازاي نختار الخدمة. بعد ما شحنا الرصيد بالمبلغ اللي احنا عايزينه، هندخل هنا عشان نختار الخدمة، نختار كريت اوردر. وليكن مثلا هو هنا مثلا بيقول لك 1,000,000 مشاهدة للفيديو او الريلز ب7 سنت، وهنا 4 مليون مثلا ب5 سنت. ده مبلغ قليل جدا يا جماعة من الدولار، يعني حاجة ماهاش فلوس يعني. هنا مشاهدات مثلا فيسبوك ريلز مثلا ب12 سنت، وهكذا. هتصفحوا هنا الخدمات، طبعا كل قسم مليان الخدمات بتاعته. بس انصحكم يعني ان حاول ما تاخدش حاجه بدون ضمان. اختار دايما بدون سقوط.